هي المواطنة؟ في اللغة المواطنة مشتقة من فعل يطن وطنا، أي أقام به المكان وطن به والبلد اتخذه وطنا، يعني يسكن في بلاد. اصطلاحا مفهوم المواطنة هو الانتماء إلى وطن، والمواطنة بالتالي هي علاقة تاع فرد أو إنسان بدولة كما يحددها القانون وما يترتب عنها من نتائج. قانونا المواطنة هي صفة قانونية يكتسبها أو خاصية يتميز بها أو وضعية يوجد نفسه فيها الشخص اللي يعيش ويسكن فوق إقليم، يعني أرض متاع الدولة، ولكن يكون زادة مرتبط معها برابطة الجنسية اللي هي رابطة قانونية نكتسبوها بالولادة أو بالتجنس. وهذا يعني أنه نفرق بين المواطنين والأجانب اللي حتى وكان يبدأوا عايشين فوق أرض نفس البلاد متاع المواطنين ويشتركوا معهم في بعض المسائل، فإنهم أي الأجانب ما عندهمش الجنسية وبالتالي ما يتمتعوش بصفة المواطنة وما يترتب عليها. والمواطن هو الشخص اللي يقبل أنه يخضع لسلطة مؤسسات الدولة ونخبتها اللي تقودها بهك العقد الاجتماعي المتفق عليه بين كل المواطنين والنخبة القيادية المسؤولة على تسيير أمور البلاد وشؤونها. والنخبة هذه هي في العادة يختارها الشعب بالانتخابات، كما باش نشوف في درس آخر خاص بالانتخاب. وينجر على اكتساب الشخص صفة المواطنة متاع بلاد كما تونس أنه يولي من جهة متمتع بعدد هام من الحقوق والحريات يتسموا حقوق المواطن، ومن جهة أخرى ملتزم باحترام مجموعة من الواجبات المحمولة عليه. وهوني تطرح السؤال: شنو هي الحقوق متاع المواطن وكيفاش تكون مصانة ومضمونة وكيفاش ينجم يمارسها في الواقع ويحميها من كل اعتداء مهما كان ومن أي جهة كانت؟ وشنو هي في المقابل واجبات المواطن وكيفاش تضمن الدولة احترامها من مواطنيها؟ هذا اللي باش نشوفوه في الفيديو الجاي، تابعونا.